أيها الأردنيون، أيها العمانيون، أيها الشرفاء تحت سماء المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا وسهلا بكم جميعا. في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وفي ظل سياساته التنموية، ومن خلال رسائل جلالته لتعزيز البناء والتحديث والتطوير وإرساء قواعد الأمن المجتمعي والتقدم والازدهار الاقتصادي وإرساء السلام الدولي والإقليمي والعالمي مع المملكة الأردنية الهاشمية، برز رجالات وطنيين أخذوا على عاتقهم تلبية نداء الواجب وتجسيد رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم على أرض الواقع. فكان من بين هذه الرجالات هو سعادة النائب السابق أمجد ناجح المسلماني الذي عايشكم وعايشتموه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد العربي الهاشمي الأمين. إخواني أحبائي، أسعد الله مساءكم جميعا، وبشكركم على هذا الجمع الغفير الكبير، أصحاب السعادة والعطوفة المحترمين، أيها الأردنيون، أيها العمانيون، أيها الشرفاء، أهلا وسهلا بكم جميعا في افتتاحنا مقرنا الفرعي ضمن قائمة نمو من أجل التغيير والأفضل. أشكركم جميعا لتلبية نداء الوطن في مقركم وبيتكم الثاني الذي تعايشنا بعضنا البعض فيه منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن. لقد أصبحت أعلم منكم في حجم آلامكم واحتياجاتكم وهمومكم ومتطلباتكم، وذلك لأجلكم ولأجل حمل ملف همومكم واحتياجاتكم، ومن أجل التغيير ومن أجل سن التشريعات التي طالما طالبت بها الطبقة الفقيرة، والمتوسطة للوقوف عند التزامنا الكامل، لنكن أوفياء لإعادة البوصلة نحو وطن تكون فيها العدالة للجميع، لأني دائما بسمع كثير من الناس يقول لك ما في عدالة. صحيح، أنا راح أحكي كلمة ارتجالية أكملها، لأن والله هاي الكلمات ما بعرف أشتغل فيها. كما أن الأردن هو أولا، ونحن نقف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، نحن أيضا نجسد على واقع الأرض أن بوصلتنا هي فلسطين وغزة والأقصى والقدس وكل جبر في فلسطين. وهذا عهد ووعد أمام الله أن نكون على قدر عالي من المسؤولية للدفاع عن إخوتنا في فلسطين وغزة، وسينتصرون بإذن الله. رحم الله شهداء غزة وفلسطين، وسنبقى على العهد ماضون، وحفظ الله الأردن من كل المخططات الخبيثة التي تحك به، وستبقى قيادتنا الهاشمية المفدى لإرساء وحفظ السلام في أردن العز والأمن. لهذا نتمنى عليكم جميعا أن تكونوا على قدر المسؤولية لإيصال من يستحق. إخواني أعزائي، أنا بدي أحكي هلا كم كلمة وفكونا من هالكلام هذا اللي أول شيء بدي أحكي لكم شغلتين مهمات، اللي هو اللغة تبعتكم، بتعامل بلغتكم. إحنا اليوم في مجلس النواب العشرين، مظبوط ولا لا؟ كلكم سامعين؟ بديش اسمع صوت، بس بدي واحد يسمع. اليوم همنا الرئيسي كيف بدنا نغير، صح؟ ممتاز. كيف التغيير؟ التغيير بيتم على مراحل. جلالة سيدنا عمل شيء اسمه التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، مزبوط ولا مش مزبوط؟ ممتاز. طالما جلالة سيدنا اشتغل بهذا التحديث على الإصلاح السياسي، صار عندنا اليوم
اشي اسمه احزاب. الاحزاب اليوم راح تمشي على 3 مراحل. المرحلة الاولى هي اول مرحلة 41 نائب بده يكون حزبي، بالاضافة ل 65 نائب للبرلمان القادم، وبعد فترة بده يصير عندنا برلمان حزبي 100%. فاحنا اليوم طالما انه بدنا عدالة ومنطالب فيها ومنطالبنا بحقوق انسان ومنطالب باعمال بمستشفيات بكذا، لما بكره يكون عندنا حزب اغلبية نيابية اكيد راح بكره نحقق المتطلبات هاي. اليوم بهمني جميعا انه اللي بده ينتخب امجد المسلماني لازم ينتخب عمر النبر وينتخب مياد شريم. ليش؟ حتى لانه نجاحهم مرتبط بنجاحي، بمعنى قد ما اعطيناهم اصوات للكوتات قد ما كانت الفرصة الي كويسة. بتمنى من الجميع انه يهتم بهذا الموضوع. دين انتخاب امجد المسلماني ولا لا؟ مظبوط. نقسم بالله العظيم، نقسم بالله العظيم، بالله العظيم ان ننتخب امجد المسلماني. شو قسما بالله العظيم هذا حكي مشان ما نشتغلش في المال السياسي. الإخوة والأهل بالأردن وعمان ومخيم الحسين وجبل الحسين، نحن هنا اليوم نشارك أخونا الصديق أمجد المسلماني في افتتاح مقره الانتخابي، والذي هو مقر دائم لأهل المنطقة وعلى مدار الساعة والأيام والسنوات. وأخونا أمجد يخوض الانتخابات ضمن تحالف أحزاب ومستقلين، ونحن في حزب إرادة شركاء في التحالف، وندعم هذا التحالف بالانتخاب بقوة في دائرتنا الثانية التي هي أكبر دائرة في المملكة من حيث عدد السكان والناخبين. الأخوة الأعزاء، هذه الانتخابات مختلفة وهي مهمة، بل وهي أهم انتخابات في تاريخ المملكة، لأنها تضعنا على الطريق الصحيح للإصلاح الشامل والوصول إلى حكومات حزبية منتخبة من الشعب. ونحن في حزب إرادة نخوض الانتخابات على مستويين: واحد في الدوائر المحلية، والمستوى الثاني القائمة الحزبية على مستوى الوطن.